يا بحر موجك نغم يحضن مراكبنا، والقلب ليك ابتسم والشوق مدوبنا. حكاية اسمها النادي المصري، حكاية استحقت أن تعيش معها معزوفة من العشق وأيام من المتعة والإثارة. أمال أبناء بورسعيد تتعلق بيوم تسكن فيه البطولات أركان القلعة الخضراء. أولى البطولات الرسمية كانت بطولة كأس مصر عام 1998، لذلك كانت الفرحة غامرة لكل من ارتضى أن يقف في صفوف المحبين لهذه المدينة الباسلة بورسعيد ولناديها العريق المصري. مشوار البطولة بدأ في دور 32 بمباراة المصري وشقيقه ممثل محافظة السويس فريق غزل السويس باستاد موسى أفندي ببورسعيد أو استاد النادي المصري، وانتهى اللقاء بهدف للموهوب أيمن النشالي ليفوز المصري في بداية المشوار وينتقل إلى دور 16 لنشالي وبترقيصة حلوة. بعد الفوز على غزل السويس في الدور الأول كان لقاء في غاية الصعوبة أمام نادي الشمس، وتنفست جماهير المصر الصعداء وبيشوطها الباشا بالعرض حلوة، وسيف داوود بيجيب الجون الأول. وبعد الفوز على الشمس كان ماراثون طويل مع أبناء العم الدراويش، وبعد مباراة انتهت أشواطها الأربعة، الشوطان الأصليان والشوطان الإضافيان بدون أهداف، تم الاحتكام لضربات الترجيح من نقطة الجزاء. ولحظة فعلا بيتقدم النادي المصري أعزائي المشاهدين وبيفوز النادي المصري، وشايف الجماهير كلها واللعيبة كلها بتجري على حسن نصر بوشه وتهنيه. وفي الدور قبل النهائي التقى المصري عميد الأندية العربية والمصرية الأهلي، ووضعت جماهير بورسعيد يدها على قلبها خلال أشواط 4 كانت هي عمر المباراة التي أدارها الحكم الدولي السوري جمال الشريف. أعزائي المشاهدين، بيفوز النادي المصري بهذا اللقاء، بيخرج النادي المصري بهذا اللقاء، بيفوز أعزائي المشاهدين النادي المصري ب3 أهداف جميلة، بهدفين أعزائي المشاهدين. وهو الاحتفاظ بالكأس، ومنفرد وبيحطها جول في أول لحظات الشوط الأول أعزائي المشاهدين. وسيف داوود النجم الصاعد يضع النادي المصري في المقدمة. وكاس مصر أعزائي المشاهدين اللحظة اللي بتنتظرها جماهير بورسعيد، جماهير النادي المصري. كاس مصر بيتسلمه كابتن طلعت منصور والسلام الجمهوري.